يا مساء السعادة والسكر الزيادة وكمان الدفى الزيادة. ايه رأيكم يا حباب قلبي في اللحاف الجميل ده؟ لحاف تحفة وجميل وخامة كويسة غير اللي بتتباع في السوق، وكمان الفايبر كثافته عالية 5 سنتي. هوريكم بقى ازاي نعمل لحاف من صنع ايديكي في بيتك ومن عمال ايديكي انتي، وكمان مش هياخد وقت خالص وسهل جدا 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 وهيتعمل في ثانية. خليكي معايا واتفرجي لاخر الفيديو عشان تتعلميه صح. بصوا بقى، على فكرة انا اول مرة اعمل لحاف، يعني مش متمرنة فيه قوي، يعني دي اول مرة في حياتي اعمل لحاف. انا هنا بوريكم بس اللي انا شلت. هنا الاوضة عندي مش كبيرة قوي، فشلت الكنبة بتاعت الانتريه حطيتها على السرير، وكمان فكيت الترابيزة بتاعت الكمبيوتر وفكيت الكمبيوتر وشلته خالص ورفعت فوق، وكمان كسرت الرخامة. المهم، عندنا بقى هنستعمل المقص. مش محتاجين حاجة غير التلاتة دول: المقص والخيط دوت. ممكن تستعملي خيط بلون القماش بتاعك او خيط منجد. الخيط ده خيط جينز عشان يبقى قوي، ودي إبرة منجد. على فكرة الإبرة دي ما كانتش أحسن حاجة، يعني في إبرة أحسن منها وأطول منها شوية، بتبقى سهلة وأسرع ويعني هتستفيدي أكتر منها. هنا بقى ده القماش اللي بنسميه الكفر من بره، اللي بره اللحاف، يعني بره الكسوة بتاعته. انا جايباه هنا اللي هو الفرو، اللي هو الرخيص مش الغالي. يعني المتر كان ب15 جنيه تقريبا، وخيطته حوالين داير مربع. وكمان عملت وشين: وش كريتون ساتين على زي شانيليا كده، وناعمة مش خشنة يا جماعة، هي بس يبان لكم من بعيد ان هي تقيلة لكن هي خفيفة جدا، ريشة. وده لون تاني، اللون ده نقاوة جوزي، ربنا يبارك له يا رب. لكن اللون الغامق اللي شفتوه في الاول المشجر ده نقاوتي انا. هو عاجبه اللون ده علشان بيقول مش عارفة، بيقول بيستحمل ومش عارفة ايه، مش عارفة بصراحة ليه هو حبه. ده رول فايبر لسه شاريينه. انا هنا معرفتش افك الرول لوحدي بصراحة، فهو الله يبارك له جه يساعدني. الرول دوت 5 كيلو. انا جايباه على اساس انه يكفي لحافين. ده من بق الراجل طبعا. دلوقتي هنعرف اذا كان هيكفي ولا لا. انا عندي مازورة وهقيس كده الطول بتاعه عشان ما قستهوش قبل كده. هو انا لما قسته طلع 240 سنتي، يعني بسم الله ما شاء الله هم حاسبينها صح. الطول بتاع الرول ده كده، او العرض بتاعه دوت، مدينا طول اللحاف. طول اللحاف بيبقى 240 في 220. انا هنا استعنت بصديق انه يفرد معايا، جت رحبة حبيبة قلبي تعمل معايا، بس طلعت عيني صراحة. المهم فردنا اللحاف علشان نعرف هنقص قد ايه من الفايبر. يعني جبنا اللحاف وهو قبل ما يتقلب يا جماعة، يعني ما تحاوليش تقصي الفايبر واللحاف مقلوب على ظهره، يعني لا، خليه على العدلة بتاعته بعد ما تخيطيه حوالين داير مربع وتعدليه. المهم بعد كده انا هجيب بقى المقص بتاعي وهقص اللحاف. انا هنا بظبطه علشان بس انتوا عارفين الحاجة اللي بيتضرب فيها المقص ما بتتصلحش، فلازم نظبط شوية قبل ما نبتدي قص. يعني القص ده فكري فيه يبقى اخر حاجة. انا هنا ظبطت وخلاص تأكدت انه مظبوط. هبتدي بقى اجيب المقص بتاعي ونقص. سامحوني بقى اذا كنت هطول عليكم في الفيديو ده شوية، اعذروني يا جماعة، ده مش لحاف واحد، ده لحافين. كل اللي معمول في اللحافين دولت ان هما بس مقصوصين ومتخيطين. انا هنا هقص الفايبر وهبتدي ان انا احشيه من جوه. هوريكم كمان طريقة الحشو هتبقى ازاي. اتمنى حبيبة قلبي ان الفيديو يعجبك ان شاء الله وينال رضاكي. واعذروني يا جماعة إذا كنت أنا وطيت كتير أو
مشيت على ركبي كتير. هو اللحاف عايز كده. انا معرفتش اخيط الجوانب والحاجات دي من بعيد لبعيد، لازم اقرب عليها. حتى جوزي بيقول لي حاولي ما توطيش كتير. قلت له المنجد بيجري حوالين اللحاف حوالين داير. بصوا يا جماعة، دي القماشة من قريب. انا عايزة اوريكم هنا ان هي وشين، وكمان انا لما خيطتها بصوا ناعمة جدا، ناعمة ناعمة يعني. تحس كده ان هو الفرو رخيص لكنه ناعم قوي قوي قوي، والوبرة بتاعته عالية. انا خيطت جميع الاطراف التلاتة، وجيت على الطرف الرابع دوت خيطت جزء قيمة 50 سنتي من هنا و50 سنتي من هنا، وسبت الباقي كله مفتوح، لان الفايبر بيبقى هش ومنفوخ، وبياخد مكان وهو بايه، بيتقلب. بيدخل يعني جوه اللحاف بيتحشي. انا هنا هقلب ال القماشة بتاعتي على الظهر بتاعها علشان هفردها على اللحاف. انا هنا ما جريتش المقطع دوت علشان اوريكم بالظبط هنعمل ايه. بصوا هنفرده كويس، وبعد كده هنجيب بقى الطرف زي البوزة، هنجيب بوزة من هنا وبوزة من هنا، وهنسيب الناحية المفتوحة من ناحية الحيطة. شايفين الحيطة اللي هي متلونة دي؟ أنا سايبة الفتحة هناك مفتوحة، وهنا أنا ضميته على بعضيه كده مثلث علشان لما اجي اقلبه ما يتعبنيش، وكمان يتقلب معايا بسهولة، والقاه من جوه مفرود، ما يبقاش مكلكع وافضل ادخل دراعي لاخر اللحاف عشان اظبطه، او يخليني افكه من اول وجديد واظبطه من تاني. اسفه جدا ان انا بوطي، اسفه قوي. كان المفروض ان انا الفه في اتجاه الكاميرا، بس للاسف بقى اتلف من الناحيه دي. انا اسفه. حلو قوي ان انت تعملي اللحاف بايديكي لولادك، تحفه تحفه وعارفين حاجه كده تحسوا ان في متعه كده وانت بتعمليه. انتوا عارفين بقى اللحافة غالية قد ايه النهاردة؟ انتوا عارفين ان اللحاف دوت انا عاملة جايبين الرول وجايبين القماش، والخيط الجنس ده كان عندي، انا اشتريت الابرة بس، وكل حاجة كانت عندنا الحمد لله، لكن ما كلفناش تمن نص الحاف من اللحافة اللي بتتباع بره. وعايزة اقول لكم ان احنا جربناه في النوم مع اول مرة خيطناه فيها. مش عايزة اقول لكم رائع قد ايه، وبيدفي قد ايه، وجميل قد ايه، وعجب الولاد قد ايه. مش هوفيه حقه بصراحة، مش بس عشان انا اللي عاملاه، لا والله هو تحفة بشهادة جوزي وولادي، هما اهم حاجة في حياتي. يكفي ان انت عامله لهم حاجة بايديكي. على العموم انتوا عارفين اي واحدة بتعمل حاجة بايديها بتعجبها اكتر حاجة يعني، اكتر من الجاهز كمان. بس انا عايزة اقول لكم يعني ما تتخيلوش طلع سهل قد ايه. انا كنت مستصعباه واقول يا المنجدين بيتعبوا فيه. بالعكس، انا رحت سألت واحد منجد جنب البيت، ومنجد بلدي يعني مش حاجة فظيعة يعني، ولا في مكان فظيع، يعني في منطقة شعبية. وبقول له عايزة اعمل لحاف فايبر واطفال، مش لحاف فايبر كبار. تخيلوا قال لي كام؟ قال لي عايز عليه 250 جنيه، وانا اللي هجيب القماش، وانا اللي هجيب الفرو اللي انتوا شايفينه دوت. لا 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 يعني ماشي، اي حد تاني ما بيعرفش يخيط هيقول حلو بالنسبة للاسعار اللي موجودة دلوقتي في السوق. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نمسك الخيط والابرة بتاعتنا، ونلضم بقى ونبتدي بقى نلفق الجزء اللي هو اللي احنا حشينا منه، المكان اللي احنا سايبينه مفتوح. عارفين يعني لما جوزي عرف ان اللحافين دولت مثلا هيكلفونا فوق 900 جنيه، قلنا طب ايه رأيك تعالى نروح مثلا المحلات او السوق ونشتري القماش دوت. والله يا جماعة، عارفين
الأسعار متفاوتة، يعني في المحلات بسعر اللي في المنطقة اللي احنا فيها، الغورية بسعر، سوق الجمعة كان بسعر. بس في النهاية أنا اشتريته من سوق الجمعة القماش دوت، والفايبر دوت كان محل على الشارع عندنا. الفايبر ده كثافة 5 سنتي، و... والرول 5 كيلو. أكد لي إن هو يعمل لي لحافين، وهيزيد معايا حتة صغيرة قيمة متر. فاحنا هنشوف دلوقتي، هنعمل اللحافين وهنشوف المتر اللي هيزيد. أنا قلت المتر ده ممكن أشتغل بيه أي حاجة، بس هنشوف الأول هيطلع إيه. بعد ما قفلت الجزء اللي هو اللي كان مفتوح مكان الحشو بتاع الفايبر، انا بقى كنت شفت زمان قوي قوي اول ما اتجوزت يا جماعه، الراجل بتاع التنجيد طلب غطا غساله اللي هي البرميل دي بتاع الزمان، علشان يعمل بيه دواير على اللحاف وهو بينجده. فواحنا بنتفرج عليه من البلكونه، انا شفته بيعمل الدايره كده زي ما انتم شايفين بالظبط. كان بيعمل اتخضيت من صوت التليفون. آم، كان بيعمل دايرة كده، وكان بقى بيرسم رسومات يعني. أنا هنا هحاول أعمل دواير زي ما هو كان بيعمل. طبعا ده مش من دماغي، أنا شفته حقيقي وهو بينجد من البلكونة، بس الكلام ده من سنين طويلة بصراحة. وهعمل دواير كده على ذوقي أنا. ودي كانت أكبر حاجة عندي، الصينية ديت هي مكسورة بس نفعت يعني، أدت الغرض. أنا عملت 5 دواير، وهعمل برواز بقى بالماسورة بتاعت الستارة ديت. هعمل برواز حوالين داير، حوالين المستطيل بتاع اللحاف. واستخدمت صابونة مش مارك ولا قلم، علشان مع التهوية ومع الشد والجذب مع الأولاد الصابون ده بيطير، ولو اتغسل برضو الصابون هيطير، إنما القلم ما كانش هيطلع ولا المارك. انا هنا ما بجريش الفيديو علشان اوريكي بيتعمل ايه. هنا بقى بعد ما ما خلصنا خالص تعليم، انا هجيب دبابيس. انا بخاف ان القماش يروح ويجي معايا وانا بخيط، فهجيب دبابيس الطرحة بتاعتي او دبابيس مشبك، وهحط في كل دايرة في النص، في نص الدايرة هحط دبوس. الدبوس ده هيساعدني ان انا اخيط براحتي، اقلب واعدل في القماش مش هيجرى حاجة. وبعدين لو عايزة ان انت تعملي الدايرة اللي في النص دي بس، والبرواز حوالين داير، هيبقى حلو حلو قوي. لو عايزة تعملي بقى اي شكل يعجبك، مش لازم تعملي اللي انا بعمله دوت دواير يعني. ممكن انا كنت في الاول خالص كنت ناوية والنية خالصة لله ان انا اعمل علامة زائد كده خياطة وبرواز حوالين داير. ورجعت تاني قلت لا، انا هعمل، انا افتكرت الراجل بتاع التنجيد بيعمل كذا كذا، فانا هعمل زيه. انا هنا جريت السرعة شوية عشان برضو ما اطولش على حضرتك. هنا بدي سراجة يعني ورا بعضها متتالية. سراجة يا جماعة، سراجة عادية، بس حاولي تكون الغرز على قد ما تقدري تكون ضيقة جنب بعضها عشان ما يتقطعش وترجعي تخيطي تاني. انا على العموم سواء الغرزة ضيقة او واسعة او متوسطة، فده خيط خيط جينز عمره ما هيتقطع معايا، هيبقى تمام يعني. لكن الخيط المنجد غالبا ممكن يتقطع، لانه خيط قطن وبيعملوا فتلة واحدة مش مجوز، فممكن يتقطع. لكن دوت خيط جينز وكمان مجوز، يعني حاجة فل يعني. اتمنى طبعا ان انتي لو وصلتي معايا لغاية المقطع دوت والفيديو عجبك، واول مرة تدخلي عندي او تدخلي قناتي، اتمنى ان انت تشتركي بالقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بنعمله. هنا بقى اللحاف بتاعي بعد ما خلص خالص، ايه رأيكم؟ انا عارفة ان الغرز مش باينة، بس يعني والله العظيم في الطبيعة تحفة، حكاية حكاية ورواية على رأي جوزي. عاجب الولاد قوي وعايزين يتنططوا عليه، بس انا زعقت لهم طبعا. هنا بقى هعمل اللحاف التاني وهجري السرعة في اللحاف، عشان انا خليت لك السرعة عادية في اللحاف الاولاني عشان ما اطولش برضو على حضرتك. هنا انا عملت بقى اللحاف، جوزي قال لي ادي وش ظهرك للحيطة ولف اللحاف. هنا بقى
بقلب اللحاف بكل سهولة. شايفين يا جماعة؟ ما كل اللي عليك ان انت هتطلعي بس البوزة وانت لسه بتقلبي كده، عشان ما تتعبيش بعد كده. ما فيش حاجة خالص، ما فيهوش حاجة. والله العظيم ما يستاهل ال 250 جنيه اللي الراجل كان عايزهم على الحاف بيبي. انا كده انا عملت يعني هو كان هيعمل قصدي الحاف اطفال، لا انا قلت بكره يكبروا واللحاف هينفعهم برضو، يعني مش حاجة. بصوا سبحان الله اللحاف ما خدش حاجة. مش عارفة ازاي يعني ياخد عليه 250 يعني. وبعدين هو دي صنعته يعني، ممكن آه، يلفقوا كده ويخلصوا في منت زي ما بيقولوا يعني. انا مش عارفة ازاي. انا على العموم انا عايزة اقول لكم والله العظيم اللحافين دولت ما اخدوش معايا يعني حوالي ساعتين في اللحاف دوت وساعتين في اللحاف التاني. يعني ما كملتش نص يوم زي ما جوزي قال لي ولا الكلام دوت، لا خالص خالص. يعني وكمان لو المكنة موجودة معايا مش عند والدتي كنت خيطته عليها وما كانش خد وقت خالص. بس النصيب بقى. قلت مش مشكلة، انا هخرطه كده زي المنجد سراجة ومش هيجرى له حاجة لانه بخيط جينز. وفي نفس الوقت لو المكنة جت عندي في اي وقت يعني فيما بعد على مر الزمن يعني، ممكن ساعتها ابقى اخيطه على ايديا على المكنة. مش عارفة، خدت على المكنة. وهنا في بيتي اروح عند ماما ابقى واخدة على خياطة المكنة، اجي عند في البيت هنا مش عارفة انسى المكنة واخيط بايدي اي حاجة. بعتذر طبعا عن القرفصة دي. بس طبعا اللي اهم من الشغل ايه؟ تظبيط الشغل. لازم نظبط الشغل بتاعنا ولا ايه؟ هنا بقى بعلم البرواز بتاعي. انا هنا والله مجريه الفيديو بس مش عارفه ليه هو بطيء اساسا. هنا بقى بعلم بالصابون بنفس الطريقه. بس هنا لو تلاحظوا انا غيرت الرسمه، قلت تغيير برضو يعني هو طبعا في بيت واحد بس مش قضيه يعني ان اغير الشكل بتاع الرسمه. عملت دايره كامله في النص وبرواز حوالين داير، ونص دايره على كل مربع او على كل ركن في الكورنر يعني. انا هنا بقى جوزي بيقترح ان احنا نشوف اللي باقي من الفايبر قد ايه هيقضي لحاف تاني ولا لا. احنا كنا بنتراهن انه يقضي الحاف ولا لا. انا قلت هيقضي وجوزي قال لي على خيرة الله يا ريت. بس ما حاولش ان هو ي... يعني نعمل اسمها ايه اللي هم كل اتنين بيتخانقوا على حاجة مش فاكراها بصراحة يعني. مش فاكرة، كنا بنقولها زمان كتير كأطفال. تراهني تراهني، أيوة هي الرهان زي ما هو جوزي قال كده. كنا مرضاش يراهني. المهم ان هو هنا الأطفال مع الولاد معلش عايزين يتفرجوا على المسلسل، فسمحت لهم بقى ان هم يعدوا بما اني حطيت الدبابيس وبخيط عادي. عايزة اقول لكم ان شاء الله بإذن الرحمن اللحفة دي تحفة قوي هتعجبكم. وكمان انا نسيت اقول لكم ان الفايبر المتبقي هيكفي الحاف اكبر من اللحفة دي. يا سلام يعني. اللحاف الاساسي اللي خلقه ربنا 240 في 220. هنا بقى اللحاف ده الحتة المتبقية دي عاملة لحاف كبير يعني ممكن يكفي اللحاف ويزيد حتة كمان صغيرة. هنا بقى اللحفة بعد ما خلصت بصوا بقى شكلها على السرير. انا فرشت دوت الاول لان هو اللي كان معمول الاول. جوزي بيقول لي اشمعنى ده اللي فرشتيه الاول؟ بقول له عادي يعني اللي جه في ايدي. بيقول لي لا عشان انت اللي منقيه القماش. قلت له لا وانا اللي مخيطاه. بصوا بقى شوفوا جماله. بصوا والله كبير وقسته على لحاف القطن اللي مامتي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب كانت منجدهولي في الجهاز يعني زمان. لقيته زيه بالظبط ويمكن ده زايد قراطين من كل جنب يعني اكبر يعتبر. هنا بص الخياطات واضحة كمان حتى لو هي مش واضحة ليكي فهي يعني حضرتك ممكن تشوفيها على علامات الصابون اللي لونها ابيض.
تحفة وناعم ناعم قوي. ايه رأيك؟ قولي لي رأيك في كومنت. اتمنى يا رب الناس يا جماعة، الناس يا جماعة اللي على عيني وعلى راسي، اللي بيدخلوا يتفرجوا وبيمروا كده مرور الكرام، الله يبارك لك، حطي حتى تعليق، قولي تم، قولي وحش، مش عاجبني، مش هيزعلني، بل بالعكس هيسعدني ان انت اتفرجتي على الفيديو وابديتي رأيك. حطي رأيك. ايه رأيكم كمان على الوش التاني اهو؟ بصوا يا جماعة، ايه رأيك انا وش احلى، اللي هو القماش ولا اللي هو اسمه ايه، الفرو؟ جوزي عمال يلقني الكلام. آه بيقول لي بصي انت مش مهتميه باللحاف بتاعي زي ما اهتمتي باللحاف بتاعك. بقول له يا اللحافه بتاعتنا كلنا، بس انا عاجبني اللون التاني اكتر من ده، عادي يعني. انا هنا يا جماعه عامله نص دايره، شايفاها؟ بصي الجمال بتاعها، هو الصابون هنا واضح اكتر من اللحاف التاني، شايفين؟ انا بقى هنا بقول له اللون ده اللي فوق مش عاجبني، لكن اللون اللي هو بتاع الفرو تحفه، عاجبني جدا، لون ذهبي مش قر كده، حلو قوي. الله، تحفه والله، تحفه. تسلم ايدك يا بنتي يا موها، والله لحافين حكايه. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبك وينال رضاكي و... وتعملي لي لايك وشير وتعرفي بيه كل اصحابك، وكومنتي لو سمحتي، لو سمحتي كومنتي يا جماعه، كومنتي بيسعدني قد ايه، بيسعدني والله من ان انتي يعني حسيتي بيا وحسيتي بتعبك وبتقدريني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.